أوقات كده بنحس إن الدنيا ماشية فوق دماغنا، شغل، مسؤوليات، طلبات، مشاكل، وكل ده وإنت ساكت وكاتم جواك. طب وبعدين هتستحمل لحد إمتى؟ بص، طبيعي إننا نتشد، طبيعي نزهق، طبيعي نحس إن الدنيا تقيلة، بس لو فضلت تشيل وتشيل وما تفكرش ترتاح، جسمك وعقلك هيبوظوا منك وإنت مش واخد بالك. ليه بنحس بالضغط ده؟ لأننا بنحاول نكون كل حاجة في نفس الوقت، شاطرين في الشغل، كويسين مع الناس، بنرضي الكل، ومش بندي لنفسنا حتى دقيقة نسأل أنا عامل إيه؟ أنا تعبان؟ طيب نعمل إيه؟ تعال أقولك شوية حاجات صغيرة بس لو جربتها هتفلق معاك جدا. أول حاجة، افصل دماغك. مش لازم ترد على كل الرسايل في ثانية، مش لازم تبقى متاح 24 ساعة. افصل، اقفل موبايلك شوية، اخرج اتمشي حتى لو لفة حوالين البيت. تاني حاجة، اكتب اللي شاغل دماغك. أيوة، امسك ورقة وقلم واكتب كل حاجة مضايقاك، حتى لو تفاهة، هتتفاجئ قد إيه الكتابة بتهدي التفكير. تالت حاجة، رتب أولوياتك. في حاجات تستنى وفي حاجات ما تستاهلش أصلاً تفكر فيها. ما تبقاش بتحاول تحل مشاكل الدنيا كلها لوحدك. رابع حاجة، اختار مين تسمعه. فيه ناس مجرد كلامها بيزود الضغط، وفيه ناس صوتهم بيطمن. خلي حواليك الناس اللي بيريحوك مش اللي بيستنزفوك. خامس حاجة، كل حاجة ولها وقتها. ما ينفعش تشتغل طول الوقت، لازم يبقى فيه وقت للراحة، وقت لنفسك، وقت تتفرج فيه على فيلم أو تسمع مزيكا أو حتى تسكت شوية. الضغط مش ضعف، الضغط معناه إنك بتحاول، بس لازم تفهم إنك مش مكاننا. ارحم نفسك وخد نفس. لو حاسس إنك مخنوق ما تسكتش، اتكلم، اكتب، خد خطوة بسيطة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.